بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم محمد سبور سوقر. اليوم جينا نتحدث عن يوسف بلايلي. يوسف بلايلي بعدما صنع ضجة في وسط التواصل الاجتماعي واليوتيوب والصحافة المحلية، حيث كان متوقع يوسف بلايلي أن يشارك في مباراة الوديتين بالمنتخب الوطني الأول ضد زيمبابوي والمنتخب السعودي في الرياض في السعودية. بعد إعلان بيتكوفيتش عدم استدعاء بلايني، كنا ننتظر أمل أن يشارك يوسف بلايني مع المنتخب المحلي بقيادة مجيد بوقرة، وهو مجيد بوقرة يفاجئنا آخر بعدم استدعاء يوسف بلايلي، وقال أنه لم يتصل بيوسف بلايلي وأن يوسف بلايلي لم يقل له سأشارك مع المنتخب الأول. بعد ضجة كبيرة على يوسف بلايلي، تفاجأنا أمس أن يوسف بلايلي تعرض إلى إصابة خطيرة، إصابة ستبعده عن المنتخب الوطني، عن كأس العرب وكأس إفريقيا وكأس العالم. كان حلم يوسف بلايلي بأن يشارك في المنتخب الوطني في كأس العالم الأخيرة مع رياض محرز. يوسف بلايلي نعرفه جيدا أن لاعب ممتاز، يمتاز بمهارات. في 4 مباريات مع المنتخب الوطني بقيادة بيتكوفيتش، ساهم في 4 مباريات، يعني سجل هدف وصنع 3 تمريرات حاسمة مع المنتخب الوطني. لكن للأسف أن يوسف بلايلي تعرض لإصابة قوية في الديربي التونسي، حيث تعرض لانقطاع الرابط الصليبي، ما أدى لإجرائه إلى سيجري عملية جراحية. بعد أعلن الترجي التونسي على حسابه أن يوسف بلايلي سيجري عملية جراحية على مستوى الركبة. ونعرف جيدا أن الإصابة هذه ماذا معنى الإصابة خطيرة. أسأل عن يوسف، أسأل عنها لاعبين كثير، أسأله غلام واللاعب الذي أصيب عندما تعرض للإصابة نهى تقريبا مشواره 80%، يعني يفقد مستواه. نتمنى أن يوسف بلايلي أن يعود بقوة وأن يشارك، ولما لا أن يعيد في أقرب وقت من أجل المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العالم. نعرف جيدا أن يوسف بلايلي محبوب الجماهير، محبوب النادي الترجي التونسي وتوانسة والمنتخب الوطني واليوم تضامن كل من لوكا زيدان ولاعبين قدامى مع لاعبين قدامى تاع المنتخب الوطني مثل دوخا وسيماني ورياض محرز حاليا. جميع لاعبي المنتخب الوطني أبدوا تضامن مع يوسف بلايلي بعد إصابته التي تعرض لها خطيرة. وهو محلل آخر من تونس، حيث قال: تمنى لو فقدت الترجي التونسي 3 نقاط ولم تفقد يوسف بلايلي. يوسف بلايلي ضربة موجعة للمنتخب الوطني، ضربة قوية. لا نعرف من سيشارك في مكان يوسف بلايلي، وأن يوسف بلايلي قيمة ثابتة في المنتخب الوطني، قيمة عظيمة. نعرف جيدا مهاراته في اللعب، في مراوغته يمتع ويبرهن دائما عندما يلتحق بالمنتخب الوطني الجزائري، حيث يشارك دائما ويعطي المزيد للمنتخب الوطني الجزائري. لذلك نتمنى الشفاء ليوسف بلايلي وأن يعود عن قريب إن شاء الله في المنتخب الوطني الجزائري. والسلام عليكم. فلا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا لتقديم المزيد. والسلام عليكم.